مسحب البيك يا اخوانا في الغردقة. شيف المشاهير جاب لكم مسحب البيك بكل تفاصيله وتكاته هنا في الغردقة لحد عندك. طعم ايه، روعة حكاية. ما كنا في السعودية اخر مرة، واحد صاحبي كان مغرم بالمسحب، فقلت لازم اجيب له الوصفة دي، وجبناها الحمد لله بكل تفاصيلها وكل تكاتها، يمكن احسن من البيك كمان. تابعونا ويلا نبدأ على طول. شيف خالد، انت ايه اختراعات اللي انت عاملها ده؟ انا صدرين فراخ، معلقة توم فريش، عندي توم بودرة، عندي بصل بودرة، عندي توابل فراخ، وعندي بابريكا مدخنة، عندي ملح، وعندي معلقة هريسة. هنبدأ أول حاجة هنعملها، هناخد صدر الفراخ ده هنقطعه نصين، قدر الإمكان نصين كده اهو. الصدر التاني نفس النظام. نبدأ بالثوم، الملح، توابل الفراخ، توم بودرة، بصل بودرة، وعندي البابريكا مدخنة، وعندي معلقة الهريسة، وهضيف معلقة خل. تمام كده. كده بقى هنقلب عشان التوابل كلها تدخل في بعضيها. كده هنسيب الفراخ دي لمدة ساعتين بس عشان تشرب التتبيلة والمارينيرا، ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده احنا سيبنا الفراخ بتاعتنا حوالي بتاع 3 ساعات في المارينيه. بسم الله ما شاء الله، شوف عامله ازاي. هنبدأ يلا نشتغل على طول. هناخد صدر الفرخة كده، هنحاول نحطه برضه خفيف كده، زي ما احنا شايفين كده. الصدر التاني برضه دول طبعا صغيرين مش هنحتاج. كده تمام. نبدأ ناخد الصدر بتاعنا كده اهو زي ما هو كده، وهاخد الصدر الصغير ده كده، وهاخد الكبير معاه ده كده، وهاخد ده كده. هاخد الدمشقة كلها هحطها جوه الكيس. تمام. وهنبدأ نبطها تاني. انا جبت المردانة من الشارع، نبدأ بقى نقلب الموضوع. كده الفراخ بتاعتنا خلاص جاهزة، هندخلها الفريزر زي ما قلنا، هتاخد لها 3 ساعات، ساعتين ل3 ساعات يعني. المهم انها تبقى كلها متساوية كده. اللي احنا هنغطي بيها الفراخ نص كوباية دقيق، عندي معلقة ملح، توم، نفس التوابل اللي احنا حطيناها دي توابل فراخ، بابريكا، بصل بودرة، هحط برضو معلقة هريسة. تمام. بعد كده هضيف عليهم كوباية، نص كوباية مية، وعندي بيضة. هنجمع كل ده مع بعضه، نضربهم كويس. خليهم متجانسين مع بعض. كده الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفريزر بعد ساعتين، تمام. نبدأ
بس العجينة دي. كده هنبدأ ايه نقطع. بسم الله. كده احنا قطعناها بالطول، هنرجع نقطعها كده. بسم الله. كده زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى الخطوة التانية. كده احنا عندنا دي العجينة اللي احنا عملناها، وعندي هنا البقسماط. هنبدأ هناخد صابع من هنا ننزل بيه في العجينة كده كويس، وبعد كده اطلع بيه في البقسماط اغطيه كويس، يبقى ايه بالشكل ده. كده احنا غطينا الكمية كلها تمام، ونرجع نكمل. تمام. انا كده برضو ممكن اعمل حاجة تاني. هاخد حتة فراخ انزل بيها هنا، وجايب عندي فيجيتار هعمل بيها. يبقى انا كده ايه نوعت بين الاتنين. طبعا ده زي ما تحب تعمليه بده تعمليه، ولو عندك فيجيتار حار كمان يبقى حاجة حلوة اوي. دي كده اهي. دي كده جاهز. كده زي ما احنا فردناهم كده هندخلهم في الفريزر لمدة ساعة كمان عشان يشدوا. بعد كده ممكن هتحتفظ بيهم في الفريزر، هتلميهم في كيس او هتشتغلي منهم على طول. كده المساحة بتاعنا بعد ما طلع من الفريزر اهو تمام. ننزل بقى بيه في الزيت. بسم الله. تمام. وده اللي هو معمول بالفيجيتار. طبعا الزيت مبيبقاش سخن، بيبقى يدوب كده سخن اوي يعني. كده عدى 4 دقايق، هنبدأ نقلبهم مرة من تحت اهي. كده بعد الفراخ ما استوت خلاص هنطلعها في مصفى سلك عشان تصفي أي زيت فيها ولا حاجة. طبعا كده أنا سويت نص الكمية. بسم الله. كده النتيجة بتاعتنا بعد ما طلعت زي ما احنا شايفين. سامع الصوت؟ بسم الله. ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ ادي مسحب البيك اتعمل في البيت، ولقيت شيف المشاهير، حاجة ولا في الخيال.